السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. النهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد وهنكمل سلسلة شرح مايكروسوفت آزور AZ900. وزي ما احنا عارفين دي الشهادة الخاصة بمايكروسوفت آزور فاندامنتال للناس اللي حابة تمتحن الشهادة واللي حابة تعرف أكتر عن مايكروسوفت آزور. زي ما اتفقنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ان احنا بنشرح كل موديول لوحده بمجموعة فيديوهات، ممكن الموديول ياخد اكتر من فيديو او اتنين او تلاتة. الفيديوهين اللي فاتوا خلصنا موديول 1 وفهمنا يعني ايه الكلاود وايه هي اساسيات الكلاود وايه هي الكلاود سيرفيس وانواع الكلاود، وكمان فهمنا محتوى الداتا سنتر ويعني ايه الداتا سنتر او مركز البيانات. النهارده في الفيديو الجديد بيكمل معانا بقى موديول 2، وهنفهم اللي هو الكور اركتكتشر تبع الكلاود، وهنفهم اللي هي ايه اساسيات الكلاود. هنفهم بقى من الناحيه الانفراستراكشر الكلاود عامل ازاي وتقسيمه الكلاود وهو موجود فين اساسا. وكمان هنفهم فكره بقى الفيرتشوال ماشين وفكره الفيرتشوال نتورك وازاي هنبدا نتعامل مع الكلاود. وان شاء الله الموديول ده هيبدا فيها نستخدم بقى الجزء العملي ونبدا ندخل على الكلاود. فيلا بينا نفهم يعني ايه مايكروسوفت آزور، ونفهم تعريف مايكروسوفت آزور، ونفهم الخدمات اللي بيقدمها والبورتال بتاعته شكلها عامل ازاي، وكمان نفهم مايكروسوفت آزور اكونت ازاي بيتعمل او ازاي طريقة الاستخدام. طيب، اول حاجة هنا بقى لازم نعرفها اللي هي ايه مايكروسوفت آزور. زي ما اتفقنا خلاص قبل كده ان الكلاود عبارة عن مجموعة من الداتا سنتر او مراكز البيانات، فيها مجموعة من السيرفرات أنا بحتاج إن أنا أستخدمها أو بأجرها لشركات تانية طالما أنا مش بستخدمها. واتفقنا كمان إن مراكز البيانات ديت عبارة عن مباني ضخمة بتبقى فيها مجموعة من الغرف أو متقسمة بتقسيمات معينة بحيث إنها تضمن إن السيستمز أو السيرفرات تقدر شغالة طول الوقت ما يحصلش فيها أي مشاكل. وكمان اتفقنا إن كل داتا سنتر بيبقى ليها الباور سنتر بتاعها الخاص بيها، وكمان لها الالكتريستي بتاعتها الخاصة بيها والموارد بتاعتها الخاصة بيها. في هنا حاجة لازم ناخد بالنا منها وهي كلمة الريسورسز. فالداتا سنتر في النهاية بتعتمد على فكرة إن في ريسورسز غير مستخدمة ومستأجرة عن طريق ناس تانيين. طيب، يبقى كده المايكروسوفت آزور عبارة عن داتا سنتر مشغلة ومدارة عن طريق شركة مايكروسوفت وموجودة في أكتر من مكان في أكتر من دولة. طيب، مايكروسوفت ازور بتقدم خدمات زي ما اتفقنا قبل كده، الخدمات اللي بتقدمها اللي هي الانفراستراكشر از سيرفيس، وبتقدم البلاتفورم از سيرفيس، وبتقدم السوفت وير از سيرفيس. يبقى في النهايه كده عرفنا ان مايكروسوفت ازور عباره عن مجموعه من مراكز البيانات متوزعه على مناطق جغرافيه ومناطق بعيده عن بعضها في اكتر من دوله وفي اكتر من قاره. طيب، ايه هي الخدمات اللي بتقدمها مايكروسوفت ازور؟ طبعا اتكلمنا ان الكلاود او سوري الداتا سنتر اللي احنا بنعملها ممكن نعمل عليها خدمات ويب، ممكن نعمل عليها خدمات موبايل ابلكيشن، ممكن نعمل عليها قواعد بيانات. فطالما نفس المحتوى بتاع الداتا سنتر انا بستخدمه في الشركات الخاصه، في الكلاود اكيد هيقدم نفس المحتويات وبطريقه افضل. فالكلاود بيقدر يقدم لي فيرتشوال ماشين، ان انا اقدر اعمل فيرتشوال ماشين على الكلاود بدل ما اروح اجيب سيرفر كامل وابنيه واعمله. انا ممكن مباشره اخش على مايكروسوفت كلاود واروح اعمل مايكروسوفت ازور. ممكن يقدمني ان انا اقدر احط قاعده البيانات بتاعتي اللي موجوده عندي بدل ما استخدمها واتاكد ان فيها عشان ما يحصلش فيها اي مشاكل، فبروح احطها في الكلاود. برضو من الحاجات اللي بيقدمها والحاجات اللي تعتبر مشهوره في مجال الكلاود اللي هي الاستورج. زي ما كلنا عارفين او اغلب المستخدمين عارفين ان مثلا على سبيل المثال مستخدمين ايفون بيستخدموا الاي كلاود علشان يحطوا فيه الداتا والملفات بتاعتهم. مايكروسوفت برضو عندها الاستورج الخاصه بيها واسمه وان درايف. فيبقى كده مايكروسوفت ازور سيرفيسز بتقدم مجموعه من الخدمات سواء على مستوى الفيرتشوال ماشين، سواء على مستوى قواعد البيانات، سواء على مستوى الاستورج ليفل لو انا بس محتاج اخد منهم استورج ومحتاج مش محتاج اخد اي شيء تاني منهم. يبقى كده فهمنا فكره مايكروسوفت ازور سيرفيسز. هنيجي نروح للنقطه اللي عليها الدور وهي مايكروسوفت ازور بورتال. طيب، البورتال اللي هو بقى صفحة الويب اللي احنا اتكلمنا فيه الجزء الثاني من الفيديو اللي فات، ان احنا عندنا البارت بتاع المانجمنت ازاي هتحكم في الكلاود. وقلنا ان ما في نوع من انواع المانجمنت اللي هو المانجمنت اوف، ان انا اقدر اتحكم في الكلاود عن طريق ان انا اقدر اضيف اكاريت ريسورس واكاريت سيرفيسز او اكاريت ماشين او اكاريت داتابيز او اكاريت مجموعة من السيرفيسز اللي انا محتاجها. وبرضه في نفس الطريقة اتكلمنا عن ان المانجمنت فيه ليه طريقة تانية ازاي ادخل على المانجمنت
والطريقه اللي انا بدخل بيها عن طريق المانجمنت اسمها مايكروسوفت اجر بورتال، ودي هنستعرضها في الفيديو الجاي ان شاء الله، واحنا بنتكلم بقى ازاي نبدا ندخل على المايكروسوفت كلاود، وازاي نبدا نتعلم نعمل ماشين وريسورسز خاصه بينا. في حاجه مهمه هنا بقى دلوقتي علشان نقفل البارت بتاع المايكروسوفت اجر، ويعتبر خلاص خدنا فكره عنه، عن ازاي ايه هي الداتا سنتر والسيرفيسز تبع مايكروسوفت اجر. دلوقتي علشان اقدر استخدم مايكروسوفت اجر لازم اروح اعمل اول حاجه حساب، اللي هو زيه زي اي سيرفيس في الدنيا، زي نتفليكس، زي جوجل درايف، زي اي سيرفيس في الدنيا. اول حاجه بتروح تعمل ساين اب علشان تروح تسجل في الموقع الخاص بمايكروسوفت علشان تقدر تحصل على الخدمات بتاعه الكلاود. طيب هل انا اقدر اكريت فري اكونت من اجر؟ طبعا مايكروسوفت بتديك 30 يوم تقدر تكريت اكونت فري، وتقدر تستخدم كل السيرفيس المتاحه عليه. وكمان لو في طلبه جامعيين يقدروا يسجلوا بالاكونت الجامعي بتاعهم وبياخدوا اكونت فري لمده سنه 1 يير. واخر حاجه في حاجه اسمها ليرن ساند بوكس. طبعا من الفيديو الجاي ان شاء الله ببدا احط المصادر، الناس اللي حابه تتعلم من مايكروسوفت ليرنينج نفسها، او الناس اللي حابه تخش على الليرن ساند بوكس. يعني ايه الليرن ساند بوكس؟ مايكروسوفت بتتيح لك جوه الملف التعليمي او جوه المرحله التعليميه اللي هي حطاها انك تقدر تجرب الكوماند او تكريت الريسورسز بتاعتنا جوه الساند بوكس ده. الساند بوكس ده بيبقى صلاحيته تقريبا 48 ساعه تقدر تطبق فيه كل اللي انت عايزه. بس في مشكله اساسيه هنا في اللين ساند بوكس، ان مجرد ما بتعمل ريفرش او تعمل ساين اوف كل حاجه انت عملتها بتكون ضاعت. فالليرن ساند بوكس بيبقى استخدامه محدود جوه لما تيجي تكون بتتعلم سيرفيس او شغله جوه مايكروسوفت. طيب من الحاجات المهمه اللي احنا لازم نعرفها من دلوقتي، وعشان هنبدا نتكلم عليها كتير جوه في لما نبدا ندخل على الفيرتشوال ماشين، الاجر اكونت لما بيجي يكريت بيكريت تحته حاجه اسمها سبسكريبشن. السبسكريبشن ده من اسمها اللي هو الاشتراك اللي انا بيكون متفعل عندي. زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا بعض السيرفيس مثلا لما تيجي تستخدم يقول لك ايه، انا هاخد سيرفيس خاصه بيه. في مثلا لما تيجي تستخدم موقع زي ادوبي مثلا يقول لك في عندنا سيرفيس البرو او سيرفيس الستاندر. فانت في السبسكريبشن نوعه ايه او نوعيه السبسكريبشن اللي انت بتستخدمه. زي ما اتكلمنا قبل كده ان احنا عندنا 3 سيرفيس بتقدمها في ان جنرال مايكروسوفت بتقدمهم، زي الاي اس واللي هي الانفراستراكشر از سيرفيس، والباس واللي هي البلاتفورم از سيرفيس، وعندنا اخر حاجه الساس واللي هي السوفت وير از سيرفيس. كل خدمه من دول بيبقى ليها سبسكريبشن مخصوص وليها طريقه دفع مخصوصه، بمعنى ان التكلفه اللي هتكون عليا في الانفراستراكشر از سيرفيس مش هينفع تكون نفس التكلفه في البلاتفورم، ومش هينفع تكون نفس التكلفه في السوفت وير. هي نفس فكره بالظبط البرو والستاندر من الخدمات او الشركات اللي بتقدم السبسكريبشن بتاعها. فالاكونت بتاعنا لما يجي بكريت حاجه، اول حاجه اسمها سبسكريبشن، وتحت كل سبسكريبشن لازم اعمل حاجه اسمها ريسورس جروبس. طبعا هنفهم ليتر اون هنتكلم عن الحاجات دي بالتفاصيل، بس زي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الداتا سنتر فيها فيرتشوال ماشين وفيها كهرباء وفيها باور سبلاي وفيها الكتريستي وفيها سيرفرات وبعمل جواها ماشين وبعمل جواها الداتابيز. كل حاجه من دول دي بتندرج تحت بند الريسورس اللي هو ايه بقى؟ الفيرتشوال ماشين والنتورك والداتابيز والويب سيرفيس. في النهايه دي مايكروسوفت بتقول لك دي انا في النهايه بتعرف عليها انها ريسورس. زي هنا الداتابيز، الفيرتشوال ماشين، النتورك، فده كلها بيجي تحت بند الريسورس. طيب انا دلوقتي كمن ناحيه الفيرتشوال مايكروسوفت بتقول لك دايما لما تيجي تكريت ريسورس يبقى اتليست لازم يكون مربوطه بريسورس جروب علشان تقدر تقسم الريسورسز بتاعتك بطريقه منظمه وتقدر تتحكم فيها، وتقدر كمان لو انت بعد كده ليتر قلنا عايز تقسمها تقسيمات بناء على الاكسس. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي في مجموعه فيرتشوال ماشين احطهم في ريسورس جروب خاصه بالجماعه بتوع الفاينانشال، وغير نفس الماشين بتاعه الجماعه بتوع الديفلوبمنت، دول لهم ماشين لوحدهم ودول لهم ماشين لوحدهم. فبدل ما اروح واحطه كله في نفس الجروب، لا هعمل ريسورس جروب لجماعه الديفلوبمنت وريسورس جروب للفاينانشال. يبقى كده انا قدرت اتحكم في البارت بتاع الاكسس. حلو جدا. يبقى احنا كده فهمنا ايه هي المايكروسوفت اجر وايه هي الخدمات اللي بتقدمنا، وكمان فهمنا مصطلح المايكروسوفت اجر اكونت، وكمان فهمنا السبسكريبشن وايه الاستخدامات اللي انا بحتاجها للريسورس جروب، وايه كمان الريسورس. زي ما وضحت قبل كده ان احنا الحاجات دي كلها ليتر قلنا هتبقى هندخل فيها بالتفاصيل، بس كنت لازم اشرحها هنا علشان يكون عندنا فكره مسبقه عنها. ونيجي للجزء اللي عليه الدور النهارده اللي هو الاجر
physical infrastructure. احنا اتكلمنا من شويه وقلنا ان الداتا سنتر خلاص عباره عن مباني جوه الدوله او جوه منطقه معينه موجوده وليها الكهرباء بتاعتها وليها كل التفاصيل بتاعتها اللي اتكلمنا عليها وشرحناها اكتر من مره. فالاجل فيزيكال انفراستراكشر بتجاوب على سؤال مهم جدا: هي فين او هو فين؟ الكلام اللي احنا عمالين نشرحه، الاماكن دي موجوده فين او هي متقسمه ازاي؟ السؤال الخاص بهو فين او هي فين الانفراستراكشر بتاعت مايكروسوفت اجور. علشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نفهم اكتر من شغله عندنا مهمه جدا، اللي هي فكره الريجنز وفكره الافيلابيلتي زونز والريجن بيرز والسوفرجين ريجنز. طيب ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ الريجن هنا معناها ايه؟ دلوقتي احنا اتكلمنا من شويه وقلنا ان خلاص في مبنى للداتا سنتر موجود، طالما في مبنى ده معناته ان هو موجود بالطبيعيه على حته ارض. فالمكان اللي موجود فيه مراكز البيانات سواء متجمعه او منفصله عن بعضها دي في المايكروسوفت اجور بنسميها ريجنز. بمعنى اوضح، دلوقتي احنا لو في مثلا احنا في منطقه الرياض او في منطقه القاهره، في عندنا مبنى خاص بالمحافظه او مبنى خاص بالامانه. المكان اللي موجود في الامانه دي بنسميها منطقه الامانه او منطقه المحافظه، ودي تعتبر نفس الفكره بتاعه الداتا سنتر اللي هو موجوده فين او مكان وجود مركز البيانات ده. طبعا مركز البيانات ده ممكن يكون 1 أو 2 أو 3 أو 4، ده بتعتمد على حسب مايكروسوفت والتصميم الهندسي اللي هم عاملينه والاحتياجات اللي مطلوبه لكل منطقه. ففي النهايه الريجنز ديت اللي هو المكان الجغرافي الخاص بمجموعه الداتا سنتر بتاعتنا. طيب حلو جدا كده، خلاص فهمنا معنى كلمه ريجن، ان الريجن عباره عن منطقه جغرافيه فيها مكان او فيها اكتر من داتا سنتر مش بعاد عن بعض وقريبين جدا من بعض وفيهم كوميونيكيشن او كونكتد بهاي كونكشن فايبر علشان الافيلابيلتي بعد كده لما نيجي نستعرض الموضوع ده، وان المباني ديت او الداتا سنتر دي قريبين من بعض جدا. يبقى كده احنا فهمنا كلمه ريجن يعني ايه. في كلمه ريجن هي عباره عن منطقه جغرافيه فيها واكتر من 2 من مراكز البيانات وقريبين جدا من بعض، وكمان الكوميونيكيشن ما بينهم او الكونكشن ما بينهم بيكون عالي جدا علشان ما يحصلش اي مشاكل في اللود او اي مشاكل في الكونكشن ما بين الداتا سنتر وبعضها. طيب هل كل الريجنز بيكون فيها اكتر من داتا سنتر او فيها مركز بيانات؟ في الاغلب كل الريجنز فيها مراكز فيها اتليست 2 داتا سنتر، بس بعض الاحيان او الريجنز القديمه اللي اتعملت من زمان من مايكروسوفت ممكن يكون فيها مركز بيانات واحد. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هل ده طبيعي ان مايكروسوفت تكون عامله ريجن يكون فيها داتا سنتر واحده؟ السؤال المنطقي او الرد المنطقي هنا لا. بس ليه مايكروسوفت عملت داتا سنتر واحده؟ دي بتبقى لها اعتبارات سواء فنيه او اعتبارات اللي هو من ناحيه البيزنس. هل الريجن ديت مستخدمه او عليها لود؟ هل محتاج ان انا ازود الخدمات عليها؟ فدي كلها بتبقى اعتبارات فنيه من شركه مايكروسوفت اساسا، هل هم محتاجين يزودوا الداتا سنترز اللي موجوده ولا او مراكز البيانات عشان تستحمل اللود ولا لا. هي نفس فكره انا لما يكون عندي شغل مثلا بعمل شغل الخاص وبحطه على هارد ديسك خارجي، انا مش هروح اجيب هارد ديسك تاني الا لما الهارد ديسك الاولاني خلاص بيكون فل او في بدات تظهر عليه مشاكل او مش قادر يستحمل الشغل بتاعه، فبجيب له الباك اب بتاعه. هي دي نفس الفكره من ناحيه البيزنس. مايكروسوفت بتفكر دايما هل الداتا سنتر دي انا محتاج اروح اجيب لها باك اب ليها او اجيب داتا سنتر عشان تستحمل اللود ولا لا. فهي دي الفكره ليه في بعض المناطق ممكن يكون فيها داتا سنتر واحده. السؤال بقى اللي هيجي عليه الدور، ازاي اختار المنطقه بتاعتي او المنطقه بتاعت مركز البيانات اللي انا هروح احط فيه الداتا بتاعتي؟ بالمنطق كده اول حاجه هتيجي في دماغنا اللوكيشن اللي هو بنختار ضمن اقرب نطاق جغرافي ليك، لانك انت مثلا ما ينفعش تكون في منطقه الخليج او في منطقه السعوديه مثلا او منطقه قطر او الامارات واروح اخد داتا سنتر في امريكا. فالداتا سنتر المكان اللي انا بختاره هنا بروح مثلا اقرب لوكيشن ليا او اقرب مكان ليا في عندي في واحده في قطر وفي عندي واحده في الامارات. هنا بقى بتخش على المرحله الثانيه الفيتشرز والبرايسز. طيب الفيتشر هنا في بعض الفيتشرز ممكن تكون موجوده في الداتا سنتر الخاصه بقطر، وبعض الفيتشر ممكن تكون موجوده في الداتا سنتر الخاصه بالامارات. فهنا بتعتمد على الديزاين والشغل اللي انا ببدا اعمله لما اجي استخدم الكلاود. وطبعا موضوع السعر بيفرق بناء على الفيتشرز اللي انا بستخدمها او اللي انا عايز افعلها على الكلاود بتاعي. طيب نيجي للنقطه الثانيه المهمه الا وهي الريجنز بيرز. طيب انت كده نسيت الافيلابيلتي زون. لا، الافيلابيلتي زون هنجي لها بس بعد ما نفهم المحتوى بتاع الريجنز كله.
طيب نقصد ايه بالكلام ده كله؟ طيب كده هنروح لحاجه جديده الا وهي الريجنز بيرز. طيب فين الافيلابيلتي زون؟ لا، الافيلابيلتي زون هنتكلم عليها ليتر اون دلوقتي، بس خلينا نخلص المحتوى بتاع الريجن. طبعا زي ما اتفقنا قبل كده واتكلمنا اكتر من مره ان الكونسيبت الاساسي بتاعنا في شغل الاي تي عموما شغل الاتش اي، الهاي افيلابيلتي. طيب يعني ان الداتا سنتر بتاعتي لو حصل فيها اي مشكله لازم يكون لها في مكان تاني تشيل اللود بتاعها، زي فكره الديزاين اللي احنا عملناها الفيديو اللي فات، ان انا عايز اعمل ويب سيرفيس. الويب سيرفيس بتاعتنا هتكون لها تو سيرفر عشان السيرفر الاولاني لو حصل فيه مشكله تروح على السيرفر الثاني. هي دي نفس فكره الريجن بيرز. الريجن بيرز عندي ان كل ريجن او كل منطقه من مناطق استخدامات الكلاود ليها منطقه ثانيه بتكون الباك اب بتاعها. على سبيل المثال في منطقتين في امريكا، الويست يو اس والايست يو اس، فدول يعتبروا باك اب لبعض. لو حصل مشكله في الويست، الايست هتشيل اللود بتاعها لحد ما الويست يرجع يطلع اب. فالريجن بيرز علشان نقدر نحقق الهدف بتاع الهاي افيلابيلتي اللي احنا اتكلمنا عليه الفيديو اللي فات. طبعا هنستعرض في نهايه الفيديو ايه المناطق، ولو الناس حابه تقدر تشوف في لينك خاص بالازور ريجنز وتشوف الباك اب بتاعها في اي منطقه علشان الناس تستفيد اكتر لو حابه تاخد معلومات عن الريجن بيرز. وبكده نروح لاخر حاجه عندنا النهارده واللي هي الافيلابيلتي زون. كده فهمنا معانا يعني ايه كلمه ريجن وايه الفايده من الريجن بيرز اللي عندي وليه انا بحتاج اعمل ريجن بيرز. طيب السؤال المهم اللي موجود هنا، طيب انا مش محتاج دلوقتي، انا كشركه انا مش محتاج ان انا اروح اكلف نفسي واروح استخدم ريجن بيرز مثلا، او اروح استخدم هاي افيلابيلتي موجود في منطقه ثانيه او في قاره ثانيه او في دوله ثانيه. هنا بيجي معانا بقى مصطلح الافيلابيلتي زون. الافيلابيلتي زون خلينا نرجع خطوه لورا، وزي ما فهمنا ان الريجن بتبقى عباره عن مجموعه من الداتا سنتر سواء 3 5 9 ايا كان العدد، بس ملهمش علاقه تقريبا ببعض. بمعنى ايه؟ يعني الداتا سنتر واحده لو وقعت مش هتروح تعمل لود على الثانيه، ونفس الحكايه لو الثانيه وقعت مش هتروح تعمل لود على الثالثه. من هنا جت فكره الافيلابيلتي زون من مايكروسوفت. الافيلابيلتي زون بتقول لك ايه؟ انا كل ريجن اعمل فيها 3 افيلابيلتي زون. حلو الكلام. طيب الثلاثه افيلابيلتي زون دول هيكون فايدتهم ايه؟ هنفترض هنا ان في ريجن فيها 6 مراكز بيانات، فمايكروسوفت هتيجي طبعا تقول لك انا هحط 3 في افيلابيلتي زون لوحدهم والثلاثه التانيين في افيلابيلتي زون لوحدهم. طيب انا دلوقتي برضو استفدت ايه؟ كل افيلابيلتي زون هيكون خاص بيها ليها لوحدها باور سبلاي، هيكون لها خاص كهرباء لوحدها وريسورسز لوحدها ونتورك خاصه بيها لوحدها، بحيث ان لو في مشكله حصلت في الزون كلها يبقى الشغل كله يروح على الزون الثانيه. يبقى انا كده حققت الهاي افيلابيلتي ما بين كل اللود اللي عندي، وكمان لو حصل مشكله في اي داتا سنتر سواء جوه الافيلابيلتي زون بتاعتنا، يعني انا هفترض زي ما قلنا من شويه ان عندي 3 جوه الافيلابيلتي زون، لو حصل مشكله في واحده منهم الاثنين التانيين جوه نفس الافيلابيلتي زون هيشيلوا اللود بتاعي. الافيلابيلتي زون هنا بتقدر تحقق لي امكانيه الهاي افيلابيلتي، ان انا بقدر اعمل لود للداتا بتاعتي او ان الداتا بتاعتي تكون متوفره من اكتر من مكان وما يحصلش عندي مشكله في اللوزنج داتا او مشكله في السيستمز بتاعتي. من الاخر الافيلابيلتي زون بتقدر من الناحيه اللي هو اللوجيكال مايكروسوفت بتقول ان هو انا بقسم الريجنز بتاعتي المجموعه من الافيلابيلتي زون علشان يحصل هاي لود عندي، او الريدندنس بتاعتي الافيلابيلتي بتاعتي تكون موجوده طول الوقت وما يحصلش اي مشكله عندي. وبكده مايكروسوفت بتضمن لك ان السيستم بتاعك بيكون تقريبا افيلابل بنسبه 99.9%. طبعا دي بتبقى لها برضو اختيارات في الريدندنسي اوبشن، هنتكلم عليها في فيديو تاني ان شاء الله الريدندنسي اوبشن ومعناها ايه. فكده في النهايه الافيلابيلتي زون بتبقى عباره عن ان انا الريجن بتاعتي اللي هي المنطقه الجغرافيه اللي فيها مجموعه مراكز بيانات متقسمه على مجموعتين صغيرين زي الافيلابيلتي زون، ومجموعتين او 3 طبعا ده بتخضع لاختيارات والاوبشن بتاعت البيزنس من مايكروسوفت نفسها. وكمان بتبقى لها اعتبارات فنيه تانية، لو مثلا هل المنطقه دي تستحمل ان انا اعمل فيها اكتر من افيلابيلتي زون، هل المنطقه دي تستحمل ان انا اعمل فيها اكتر من داتا سنتر. زي ما قلنا دايما عمليه بناء مراكز البيانات بيبقى لها اعتبارات فنيه جوه المنطقه نفسها او جوه الدوله نفسها، بحيث انك تقدر تحقق اكبر قدر من الاستفاده الخاصه بمراكز البيانات اللي انت بتعملها.
وبكده هنروح لاخر بوينت معانا. معلش انا قلت لكم البوينت اللي فاتت هي اخر بوينت، لا نسيت، كنت نسيت السوبر ريجنز. طيب السوبر ريجن دي باختصار ان هي عباره عن داتا سنتر معزوله، ما فيش اي حد بيقدر يستخدمها الا اللي معموله ليهم، ويعتبر ما فيش الا تو يعني سوبر ريجنز موجودين على مستوى العالم كله، واحده في امريكا وواحده في الصين. وطبعا من الاخر دول كلهم بيبقوا معمولين لاعتبارات حكوميه او اعتبارات سياسيه. بمعنى مثلا على سبيل المثال الريجن اللي موجوده فيه، ريجن موجوده في الولايات المتحده ديت ما ينفعش اي حد يستخدمها الا الحكومه فقط، او الناس اللي عندهم تعاقدات مع الحكومه. نفس الفكره اللي موجوده في الصين. اللي موجوده في الصين ممنوع على اي حد او اي شركه من بره الصين تستخدمها، دي اول حاجه. كل الداتا بتاعتهم هتكون موجوده جوه الصين، مش هينفع مثلا نستخدم الريجن بيرز ونروح نحط الداتا بتاعت السيرفرات اللي موجوده على الصين نحطها مثلا في السيرفرات اللي موجوده على امريكا. فدي بتبقى يعني من الاخر الريجنز اللي مخصوصه او المعزوله دي بتبقى خاضعه لشروط حكوميه او شروط دوليه خاصه بالدوله اللي هي موجوده فيها، علشان اشتراطات خاصه بالامن او الخاصه بالسريه بتاعه المعلومات لكل دوله منهم. ففي النهايه انا ما عنديش الا تو ريجن، سوري، او مايكروسوفت ما عندهاش الا تو ريجنز، سيفر ريجن اللي هو واحده في امريكا وواحده في الصين. وقبل ما ننهي الفيديو بتاعنا، طبعا زي ما اتكلمنا عن الريجنز والافيلابيلتي زون وان كل ريجن لها افيلابيلتي زون، طبعا نقدر نروح على الخريطه بتاعه مايكروسوفت اللي متوضح فيها جميع الاماكن الخاصه بمايكروسوفت ريجنز. طبعا الخريطه هنا متوفره اونلاين، اي حد يقدر يخط عليها. انا بسيب الرابط بتاعها الخاص في التعليقات. فعلى سبيل المثال خلينا ناخد منطقه او اتنين. فعلى سبيل المثال في هنا المنطقه الخاصه بالامارات، زي ما احنا شايفين هنا الافيلابيلتي زون اللي موجوده 3. وزي ما اتفقنا قلنا قبل كده ان مش شرط كل ريجن يكون فيها افيلابيلتي زون، لان دي بتخش فيها اعتبارات فنيه او اعتبارات شايفه مثلا خاصه بالبيزنس، ان مايكروسوفت شايفه ان لسه ما فيش استخدامات او هاي لود على الداتا بتاعت او الداتا سنتر بتاعتها علشان تروح تعمل لها افيلابيلتي ثانيه. ففي النهايه دي الخريطه بتاعتها للناس اللي حابه تتفرج عليها. واتمنى يكون استفدتوا معانا في الفيديو، واتمنى ما يكونش اطلت عليكم، وشكرا جزيلا لكم. الفيديو الجاي هنكمل فيه جزء بسيط خاص بالريجنز هنكمله، وبعد كده هنبدا نخش في الفيرتشوال ماشين. شكرا جزيلا لكم.